السلام عليكم، أنا محمد مصطفى مستشار عقاري في دبي. تستثمر فين في دبي؟ ده عنوان الحلقة النهارده أو الحلقة دي، وبعد كده هيكون في عدة حلقات مهمة جدا بالنسبة للناس اللي بتدور على سكن في دبي أو استثمار عقاري في دبي. أشتري فين؟ وإيه الأسباب اللي تخليك تشتري في أي منطقة؟ وإيه كمان طبيعة الأسعار لكل منطقة؟ وبعد كده هيكون في شرح مفصل عن كل منطقة بالتحديد، وإيه المشاريع اللي جواها وأفضل المشاريع، وكمان هيكون في شرح كامل للمطورين وخطط السداد المختلفة. وانت بتدور على العقار في الوقت الحالي فأكيد هتسمع أماكن مختلفة، أسعار مختلفة، نظام سداد مختلف، مئات المطورين. كل ده هيواجهك كتحدي وهتتشتت، وممكن كمان يخليك تأخر قرارك، وتأخير القرار أكيد هيصاحبه زيادة في الأسعار. فانت كل اللي محتاجه انك تتابعنا، تشترك في القناة، تعمل لايك، وتشوف الفيديوهات بتاعتنا للآخر لأنها بتكون مفيدة من الأول لحد الآخر. اشرحها لك كمناطق وبدايه دخول الاسعار وبعض التفاصيل المهمه اللي هتنفعك دلوقتي لحد ما ننزل فيديوهات تانية. يلا بينا نبدا. زي ما احنا شايفين دي خريطه دبي، وهديك لمحه صغيره عن تاريخ دبي. دبي بدات في الاساس من الامارات الشماليه، الامارات الشماليه اللي هي زي الشارقه وعجمان وام القوين وراس الخيمه اللي هم والفجيره اللي هم متجهين الاتجاه الشمالي لدبي. جنوب دبي عندنا ابو ظبي، فهي بدات من الشمال واتجهت بالعمران الى الجنوب، وبدأت من البحر واتجهت للشرق. فهي بدأت العمران طولي بعد كده أفقي. زي ما احنا شايفين العمران جاي النسبة الأكثر ازدحام هي النسبة دي الإمارات الشمالية، وكل ما تتجه للجنوب هتلاقي العمران بيزيد. وده هيفرق معاك في إيه؟ هيفرق معاك في حتة دبي الجنوب. احنا عارفين ان دبي الجنوب هي النيو سنتر اوف دبي، المركز الجديد لدبي، واللي هيكون فيه مطار ال مكتوم موجود في المنطقه دي. هو المطار موجود دلوقتي، هيحصل له توسعه كبيره جدا بحيث يكون اكبر مطار في العالم بطاقه استيعابيه 280 مليون مسافر سنويا. فانت بتتكلم على مطار ضخم جدا. فائده المطار هنناقشها في فيديوهات تانية أكيد، بس من العوامل اللي هتعمل ارتفاع كبير جدا في الأسعار وفي الطلب في منطقة دبي الجنوب، مع وجود نخلة جبل علي اللي هي النسخة النيو فيرجن من نخلة الجميرة. كل ده هيفرق معانا في الجنوب، عشان كده حبيت أفهمك قصة النجاح اللي بدأت. زي ما شايف كده تكدس سكاني كبير في المنطقة دي، ده المطار ودي دبي القديمة ودي الاتجاهات الشمالية أو الإمارات الشمالية. بعد كده دبي بتتجه للجنوب، وأبو ظبي بدءا من هنا بتتجه ناحيه دبي كمان. فتخيل ده في المستقبل هيعمل معاك ايه. الكلام ده لازم يتقال تمهيد او توضيح، لانك انت لما هتيجي تفكر في الاستثمار لازم تبقى فاهم الدوله متجهه ازاي، ايه العوامل اللي بتاثر في الاسعار في كل منطقه، ايه المجتمعات، وايه طبيعه النمو اللي بيحصل، النمو الحضري اللي بيحصل، النمو العمراني اللي بيحصل ازاي وليه. لان في حاجات كبيره او يعني مناطق كبيره هي اللي بتأثر وبتخلق مناطق صغيرة، أو بتساعد على ظهور مناطق صغيرة. على إن حسب كل منطقة هنا زي ما اتكلمنا في أول الفيديو ليها سعر. البحر ليه سعر، داون تاون وبزنس بي ومناطق السياحية لها سعر، والمناطق السكنية المتوسطة اللي جنب المناطق العمرانية الكبيرة أو المناطق المركزية الكبيرة ليها سعر. الدخول هنا غير الدخول هنا، الأسعار وخطة الدفع تختلف غير الأسعار وخطة الدفع هنا. فده نقط مهمة جدا إنك أنت تستفاد منها. فانا دلوقتي علشان ما اطولش الفيديو عليك هوريك خريطه دبي شفناها كده دلوقتي. هنشوف الشوارع الرئيسيه، هنشوف المناطق السكنيه اللي فيها ديفلوبمنت دلوقتي، والمناطق اللي معروفه دلوقتي اوريدي ديفلوبد وتقدر انك تستثمر فيها برضو، وايه العوامل اللي تخليك تستثمر في كل منطقه. انت كمستثمر الرؤيه توضح عندك شويه، او انت كواحد عايز يسكن هتوضح عندك الرؤيه شويه، بحيث انك انت تبقى عارف انا بشتري هنا ليه. يا ترى انا بشتري هنا علشان في فرصه، ولا بشتري هنا عشان اسكن، ولا بشتري هنا عشان عائد ايجاري عالي، ولا بشتري هنا عشان المنطقه بتنمو والاسعار بتزيد. فهنبدا زي ما دبي اتجهت بالظبط. دي زي ما قلنا ده كده مطار دبي الدولي. دي الامارات الشماليه، طبعا الاتجاه ده الشرق او عجمان وام القوين وراس الخيمه والفجيره. دي منطقه ديره، ودي اللي فيها 70% من التجاره اللي بتحصل في دبي، مرتبطه بمينا راشد. طبعا مينا راشد جنبيك، فانت دي برضو نقطه مهمه عشان تبقى فاهم ان انت مينا راشد ومطار دبي وجنبيهم مدن تجاريه. نفس الكلام ده يحصل في الجنوب، هيبقى عندي مطار المكتوم، وعندنا اكبر مينا في العالم مينا جبل علي، وهيبقى ما بينهم مدن صناعيه زي منطقه جبل علي الصناعيه زي ما احنا شايفين، والمنطقه الحره لجبل علي اللي هي جافزا. فبرضه هنا هيحصل نمو سكاني زي ما انت شايف هنا في نمو
سكاني كبير هيحصل هنا كمان نمو سكاني كبير. بس عشان ما نطلعش من الموضوع المناطق والاسعار، فدي كده المناطق دي خلاص كده ديفولبد وما فيهاش اي حاجه للبيع وحتى ما فيهاش تملك حر. احنا هنتكلم عن المناطق اللي هيكون فيها تملك حر. اول ما نبدا من عندك من خط البحر طبعا بالكامل كده، ده خط بريميوم، والخط اللي بعديه برضو كده اللي متوازي مع شارع، ده شارع الشيخ زايد، كل ده بريميوم. دي دبي بقى اللي هي ديفلوبد. البحر ليميتد محدود، الاسعار فيه بتزيد باستمرار، بس في فرق ما بين منطقه ديفلوبد اوريدي والاسعار فيها ارتفعت، ومناطق لسه تحت الانشاء والاسعار لسه فيها هترتفع. سعر الدخول هنا عندك طبعا هنا منطقه جزر دبي والمنطقه اليخت ان مارينا من اعمار، وهنا عندنا منطقه دبي ميريتايم سيتي اللي هي مدينه دبي الملاحيه. بعد كده عندك هنا طبعا الجميره، خط الجميره بالكامل طبعا مع الجزر اللي موجوده فيه. هنا عندك نخله جبل علي، طبعا نخله جبل علي دبي هاربر يشمل نخله جبل علي ويشمل كمان اعمار بيتش فرونت اللي هو الفرع ده كده، ومعاك بعد كده دبي الجي بي ار ودبي مارينا والجي ال تي، كل دول بالظبط موجودين هنا كده. بعد كده مينا جبل علي عندنا معروف. بعد كده نخله جبل علي، ودي النسخه الحديثه من نخله الجميره. طيب هنا الاسعار بنتكلم في كام؟ الستارتنج برايس بدايه الاسعار في المناطق الساحليه او المناطق اللي على البحر 1.4 مليون، تقدر تبدا تستثمر للاستوديو الغرفه وصاله 2 مليون درهم. عندك بعد كده منطقه مهمه جدا زي ما احنا شايفين، دي الداون تاون، طبعا اكيد ما نقدرش ننساها. تمام، هنا الداون تاون زي ما قلنا ده اول شارع، شارع الشيخ زايد. بعد كده عندنا شارع الخيل، بعد كده عندنا شارع اللي هو اي 311 شارع الشيخ محمد بن زايد. بعد كده عندنا الشارع الاخير شارع الامارات العابر، وبعد كده هيبقى في شارع اتحادي رابع، وهنا في عندنا شارع التقاطعي اللي هو اي 66 وده شارع دبي العين. دبي كانت بتتجه ناحيه الجنوب. عندنا فرص استثماريه موجوده فين تاني عشان تستثمر فيها باسعار تحت المليون؟ هيكون عندك طبعا الداون تاون والبيزنس باي، الاسعار فيها بنتكلم في ستارتنج من 2 مليون، تمام، 2 مليون درهم. عندنا منطقه دبي كريك هاربر، دي منطقه هنا ممتازه جدا، دبي كريك هاربر. منطقه دبي كريك هاربر دي من اعمار بالكامل، ديفلوبد من اعمار. الستارتنج برايس دلوقتي فيها او بدايه الاسعار 1,800,000، تمام. بس هناك طبعا دي منطقه بنسميها دبي داون تاون 2.5 اللي هي حجمها مرتين ونص من مساحه الداون تاون القديمه، وتعتبر هي الداون تاون الجديده. بعتذر لكم عن اللي بيحصل على الشاشه دلوقتي من الشخبطه الكتيره، لكن دي يعني بعد كده هناخدها بالتفصيل. عشان كده بقول لك تابعني عشان بعد كده بالتفصيل نبقى بنتكلم عن منطقه ومين المطور اللي فيها والاسعار وخطه الدفع اللي موجوده في كل منطقه. بس الفكره ان هنا برضو دلوقتي عندنا دبي كريك هاربر، وما بين دبي كريك هاربر والداون تاون يعتبر في منطقه مميزه جدا اسمها الجداف، ودي بدايه الاسعار فيها 1,300,000 على حسب اذا كنت هتاخد استوديو 1,100,000 مليون و100. الغرفه وصاله بنتكلم 1,300,000 1,400,000 1,500,000 حسب المطورين اللي هناك، بس ما فيهاش خطه دفع مرنه. هتنزل على الشارع الرئيسي شارع دبي العين، في عندنا منطقه مهمه جدا اسمها منطقه DLRC هنا، ومنطقه لوان. لوان ما بنتكلمش عنها كتير عشان ما فيهاش ديفلوبمنت كتير، لكن DLRC بنتكلم عليها لان هي هتكون مكان سكني فاخر لاكجري جدا عائلي قريب من الداون تاون. زي ما انت شايف كده على طول تنزل الداون تاون 18 دقيقه، قريب من الداون تاون الجديده دبي كريك هاربر اللي هيجي فيها دبي سكوير مول اللي اتكلم عنه الشيخ محمد العبار من حوالي اسبوع، اللي هو هيبقى اكبر مول في العالم 3 مرات حجم اكبر من مول دبي، هنتكلم عليه بتكلفه 180 مليار درهم. المنطقه الناحيه الثانيه هنا هيكون في عندك المدينه الاكاديميه، فانت منطقه عائليه جنب المدينه الاكاديميه جنب الداون تاون والبيزنس باي ودبي كريك هاربر، فانت بالظبط هتكون مكان عائلي ممتاز جدا للناس اللي شغاله في المنطقه دي كلها، بسهوله الوصول ليك كده، تمام. فانت هتكون قريب من الداون من المدينه الاكاديميه، هتكون قريب من المدينه الاكاديميه، هتكون قريب من شارع مستقيم شارع الامارات شارع دبي العين اللي بياخدك للداون تاون، قريب من 2 داون تاون، قريب من البحر كمان بنتكلم في حوالي 35 دقيقه او 30 دقيقه. فبالظبط كده منطقه عليها طلب عالي جدا من دلوقتي. معظم الشقق هناك كلها متأجرة بالكامل، النمو شغال دلوقتي، التطوير شغال، التسليمات هتبدأ من السنة الجاية. هنلاحظ ارتفاع كتير في الأسعار لأن هي منطقة سكنية، فبالتالي الناس
هتفكر ان هي تشتري وتعمل تمويل عقاري وتشتري العقار بتاعك، فالايجارات هتزيد، وكمان المنطقه كسكنيه بيضمن لك اعاده البيع بسهوله. بدايه الاسعار في المنطقه دي بنتكلم في 720,000 درهم. لو رجعنا سنه لورا كانت بدايه الاسعار 650 620، خلال سنه الاسعار نطت بقت 720، ولسه مازال في طلب عالي جدا، وده بيخلق نمو في الاسعار. فدي فرصه كويسه جدا انك تبدا استثمارك دلوقتي وتاخد مساحه كبيره بسعر كويس، وخطه دفع مرنه. هنا خطه الدفع بتوصل ل6 سنين و7 سنوات، يعني ممكن تدفع 20% دفعه اولى واقساط شهريه كلها 1% على 80 شهر، يعني تستلم ويبقى عليك اقساط تدفع بعد الاستلام. فده بتكون انت والشقه بتدفعوا الاقساط بعد الاستلام، يعني الايجار اللي بيجي بيدفع. نتوقع الايجار هنا هيحقق المنطقه دلوقتي تتحقق ما بين 7.5 و8%. عند الاستلام برضو مع الكواليتي الجديده، مع الخدمات الجديده، بنتكلم لو ثبت على من 8 ل 9% تصل ل 10%، هتبقى ممتازه جدا. هتقدر تحقق منها نمو راس مال كبير جدا، وكمان عوائد ايجاريه عاليه جدا. تمام، دي منطقه الدي ار سي. بعد كده عندك هنا منطقه مجان، ودي منطقه السيتي اوف اريبيا. منطقتين حلوين جدا برضه، تقدر تدخل فيهم في برايس جميل جدا، ممكن 650 او 600,000 درهم للاستوديو، الغرفه وصلها مليون مليون و100. بس الفكره هي مش هتلاقي خطط دفع مرنه كتير في المنطقه دي. في الغالب في مشروع عزيزي هناك، عزيزي ميلان هو اللي واخد معظم السيتي اوف اريبيا بيعمر فيها، فهو ما عنده خطه دفع 50 50 50% خلال فتره الانشاء و50% عند الاستلام. فلو انت معاك القيمه الاجماليه تقدر تخش تستثمر معاه، لكن لو ما عندكش القيمه الاجماليه وعايز اقساط مرنه تروح الدي ال ار سي. وبعض المشاريع اللي هتيجي الفتره اللي جايه، في مشاريع هتنزل في مجان هنا اهو، هتكون اقساطها 1%، بس الاسعار بتاعتها هتكون 700 750 730 في الرينج ده. للاستوديو الغرفه وصلها مليون و100 مليون 150 مليون 200. فهنا لحد هنا تمام جدا جدا. المناطق دي فيها ديفلوب زي ما قلنا، تطور لسه شغال، في خدمات كتير هتيجي في المنطقه، فالاسعار هتحافظ على الاستمرار في الزياده. زائد كمان نسيت اقول لك ان في خط مترو ازرق هيجي قدامنا هنا اهو، في المنطقه اللي قدامنا هنا يبقى في محطه عند المدينه الاكاديميه، يبقى في خط المترو الازرق اللي هو هيعدي بعد كده بالانترناشونال سيتي ويعدي على الورقه ويدخل عندنا الجداف، هيبقى محطته في الجداف، ويعدي كمان على دبي كريك هاربر وهيعدي في الميه عشان يدخل الجداف هنا بالظبط. تمام، اللي هو بالمناسبه برضو في الجداف هيبقى في عندك محطه قطار الاتحاد، هيكون ليه محطتين، محطه في دبي ساوث هنا قدام المطار، والمحطه الثانيه هتبقى في الجداف. فالمنطقتين دول هيتاثروا كتير جدا بتشغيل المترو السنه الجايه في 2026. خلي بالك الفرص فين تيجي معانا وقدامنا، عندك الفرصه هنا، عندك الفرصه هنا، عندك الفرصه على البحر هنا، فرصه هنا ممتازه جدا. اسعار هنا خلي بالك مليون 400 من 2 مليون، احنا بنتكلم في حوالي متوسط 4 مليون، في حاجات بتوصل ل 15 و20 مليون. عندك نخل الجبل علي هنا ال 18 مليون، الشقه الغرفه وصاله بتبدا من 2 مليون 500، دي الستارتنج برايس. تمام، ولسه نخل الجبل علي خلي بالك تطويره وانشاءات، ولسه هنعمل فيديو كامل عن نخل الجبل علي والفيلا اللي فيها وليه الناس بتشتري والطلب عليها عالي جدا. بس انا اقول لك حاجه صغيره جدا جدا، الفرق ان دي يعني من ضمن الفروقات اللي انا دي بس حاجه بسيطه، الفرق ان دي هتكون النسخه الاحدث من دي. طبعا في عوامل كتيره، ومن ضمنها كمان الاسعار هنا لسه ما زالت اقل من هنا ب 40 و30 و40%، مع كواليتي احسن، تصميم ارقى، براند نيو، مستقبل، كل ده هيفرق معاك. بلس كمان ان النخل الجبل علي هي يعني هتكون مور اكسكلوسيفيتي، يعني العدد الوحدات اللي هنا احنا بنتكلم هنا حوالي 50% من الوحدات اللي هتكون موجوده هنا، زائد بلس مفيش غير نخلتين على مستوى العالم كله، مفيش غير نخلتين، فانت هتاخد حاجه اكسكلوسيف صعب انها تتكرر، فمعروف على اللونج تيرم. ودي نقطه مهمه جدا. المستثمرين، ودي نصيحه بنصحها لاي حد بيشوف الفيديو دلوقتي كمستثمر او واحد بيفكر يشتري عقار، ما تفكرش انك تشتري العقار وتعامله معامله التريدنج، معامله البورصه والاسهم، انك تشتري النهارده وتبيعه بعد اسبوع او بعد شهر او بعد سنه. المستثمرين اللي بيشتروا هنا في نخل الجبل العالي بيدفع 18 مليون و10 مليون ولا 18 مليون و20 مليون و40 مليون، الناس دي بتفكر عندها اللونج تيرم، واللونج تيرم هنا مش سنتين 3 4، ده انت لحد الاستلام تاخد وقت 3 4 سنين. اللونج تيرم هنا معناها 7 سنين 10 سنين عشان تعرف تاخد الخلاصه يعني تاخد زهوه المكان، تاخد خير المكان. لكن انت لما تاخد النهارده تفتكر انك انت لما تشتري وتعمل اعاده بيع عند الاستلام هتكسب قد اللي هيكسبه اللي هيشتري بعديك ويصبر سنتين 3،
فما تعاملش العقار معامله اي تجاره تانية. التجاره التانية بتشتري وتبيع ممكن في نفس اللحظه، يعني الدروب شيبنج نفس الكلام. لكن انت لما تيجي تتكلم على عقار، نديله الريسبكت بتاعه، نعامله معامله اللي تليق بيه كعقار، ونصبر عليه على الاقل لحد الاستلام، وبعد الاستلام سنتين ثلاثه كمان، وشوف الرزق اللي انت هتاخده وشوف الفايده اللي هتجيلك. هتستفاد كتير جدا. بيعه العقار مش افضل حاجه انك تبيعه، وساعه ما هتبيعه وانت اولا انت بتستلمه وبتاجره، بعد ما بتاجره السعر بتاعه بيزيد، خلاص ارتفع لحد الاستلام، وعندك ما بعد الاستلام ارتفع كل سنه بيزيد، طلب بيزيد، مستثمرين جايين من بره، عائلات جايين من بره داخل المكان جوه حاليا، التجاره بتنمو، الدوله بتنمو، الاقتصاد تبع الدوله بيزيد، السياحه بتزيد، الناس اللي داخليه دلوقتي برضه بتزيد. فكل ده بيأثر عليك انت بعد كده في العقار بتاعك. فكل ما احتفظت بالعقار كل ما العقار احتفظ بيك اكتر واداك اعلى مما تتخيل. لكن هتعامله معامله السرعه ويلا اشتري ويلا